مسلسل اوزارك. قبل ما نبدأ ما ننساش نصلي على النبي ونعمل لايك ونشترك في القناة عشان توصلكم كل الفيديوهات الجديدة. بيبدأ المسلسل بمارتن وهو فاتح شركة مع صديقه في البنى والعقارات وعايش حياته طبيعي جدا، بس بيمر بظروف مادية صعبة. وفي يوم بيكون قاعد عشان ياكل هو وعيلته وبنته بتطلب $10، لكن بيكون متضايق وبتقول له مراته هي طالبة $10، لكن هو بيقول لها ان هي اخدت $50 الاسبوع اللي فات، وخايف عليها لان هي لسه صغيرة وما تعرفش قيمة الفلوس اللي بتاخدها. وبيخرج عشان يشم هوا، وبعدها بيروح يقابل شخص وبيطلب منه $5 مليون، وبيكون مارتن مديون للشخص ده بالفلوس اللي بيطالبوا بيها. لكن مارتن بيكون مندهش، وده لان الفلوس اللي بيطالبوا بيها الشخص ده بيكون اخدها ابوه وامه، وبيكون اسم الشخص ده دريو، وبيكون ابو مارتن هو اللي سرق المبلغ منه. وبتطلب امه تروح الحمام، وبيتكلم دريو عن اللي سرقه اول مرة هيعمل فيه ايه، بس مارتن بيعصبه وبيقول له ان هو لو جاي عشان يخوفنا او نعترف ليك فخد رجالتك وامشي. وبيتعصب دريو وبيقتل امهم بالرصاص وبيحطوها جوه برميل نفط. وبيفضل الاب يترجى دريو وانهم هيشتغلوا لحسابه بدون اي اجر، بس دريو بيقتل الاب وابنه. وبيفضل مارتن وصديقه بروس، وبعدها بيسالوا عن شحنة الفلوس اللي استلمها رجالة هانسن. وبيعترف بروس ان هو اتلاعب في خزان الوقود وخد على مدار 3 سنين $8 مليون، وبيقول له ان مارتن ما يعرفش حاجة عن الفلوس اللي خدها وان هو المسؤول عن كل ده. وبيتأسف ليه مارتن وبيقتله دريو بطلقة في راسه. ودريو بيسأل مارتن عن اولاده بيقضوا العطلة الصيفية فين، عشان هو هيقتل مراته ويندي ومش عايز ولاده يشوفوها وهي بتتقتل. وبيقول له مارتن ان مراته ملهاش اي دعوة بحاجة وما تعرفش اي حاجة عن شغله. وبيعرض عليه منطقة بعيدة عن الحكومة الفيدرالية ويقدر يشتغل فيها غسيل اموال، وكمان يعرف بدل ما يجمع $8 مليون يقدر يجمع $500 مليون في 5 سنين. وبيقتنع فعلا دريو بكلامه، وقدامه 48 ساعة يحضر له فيها $8 مليون، وبعدها هيفكر في انه يروح اوزاركس. وبيقول له ان هو قدامه اسبوع عشان يحضر للصفقة ويروح اوزاركس. وبيقول له انه يحط يافطة لبيع بيته اللي في شيكاغو، وبيسيبه وبيمشي. وبيروح مارتن بيته وبيقول لمراته ان هي تحضر نفسها عشان دريو هيقتلهم، وان هو هيعمل دور المحقق وانت زوجة اكبر رجل غسيل اموال وتاني اكبر عصابة مخدرات في المكسيك. وبيقول لها لو اتصلتي بالشرطة هندخل السجن فورا. وبتقول له مراته ان يبعت ليزا للشرطة تبلغ عن بروس وانهم هيكتشفوا ان هو ميت. فبيقول لها مارتن ان ليزا ميتة هي كمان وزمانها بتتحلل في برميل جنب بروس، وان في ال 48 ساعة هيحاول يجمع له $8 مليون عشان يسدد اللي سرقه بروس صديقه. لكن ويندي بتقول له ان مش معاه كل الفلوس دي، لكن هو بيقول لها ان هيحاول يجمع الفلوس دي، والصبح هتتصل بصديقتها ليندا عشان تعرض البيت للبيع وينقلوا الاساس بتاعهم وكل المتعلقات من البيت بكره الصبح. وفي الصبح بيكون اولاده معترضين انهم يسيبوا المدينة، وده لان اوزاركس عبارة عن غابة. وبيتصل بالبنوك وبيطلب كل فلوسه وارصدته، وبيقول للسكرتيرة ان الشركة اتباعت وانها ملهاش شغل فيها وبيمشيها بعدها. ويندي عند صديقها وبتقول له ان هي هتمشي من المدينة مع جوزها وهتروح اوزاركس. وبنروح لمارتن وبيقابل مدير اعماله وبيتكلم معاه ان في شخص اسمه جاري بيقابل مراته في بيته كل اسبوع وهو على علاقة بيها، وهو كمان شريك في مكتب ماكنيل اللي موجود في وسط المدينة وعضو في مجلس ادارة 6 مؤسسات غير ربحية. وبنرجع لمرات مارتن وبيسألها جاري فين جوزها، فبتقول له ان هو بيسدد الفلوس اللي سرقها شريكه ومش عارفة هتعمل ايه. وبنرجع لمارتن وبيسأله ازاي هيخفي نفسه وعيلته عن الانظار، فبيقول له هيعمل لهم هويات جديدة. وبيقول له كمان ان المشكلة ان الفلوس هتخلص منهم لان ابنه دايما على الانترنت والانستجرام وتويتر، ومراته بتشرب كحول كتير وبتقول كل اسرارها لصديقتها الجديدة. فبيقول له ان هو مش هيقدر يساعده بس ممكن يسافر اي مكان بعيد على الانتربول. وبيسأله باقي معاه قد ايه من الفلوس، وبتجيله رسالة من البنك ان مراته سحبت كل حساباته والشيكات وحتى فلوس التوفير. وبيقول له ياخد معاه مسدس ويروح برج اكوا، والبرج ده اللي بيعيش فيه جاري وعايش في الدور ال80، والنهارده الخميس وهتلاقي مراتك معاه. وفعلا بيروح مارتن وبيكون في العربية وبيرن على مراته، بس بيلاقي تليفونها مغلق وبيكون متعصب جدا. وبنروح لجاري، ولما بتوصل مرات مارتن عنده بتلاقي دريو هناك. وبنرجع لمارتن وبيكلم نفسه ان هو ليه 22 سنة متجوزها وما فكرش انه يخونها، وهي دلوقتي بتخونه وخدت كل فلوسه وهتتطلق منه عشان تعيش مع حبيبها. وهو رايح يدخل البرج بيلاقي جاري عشيق مراته اترمى من الدور ال80 في الشارع وبيموت. وبيخاف وبيرجع للعربية وبيمشي، وبيتصل بيه دريو وبيقول له ان هو معاه مراته وشيك $679,000 والشيك ده كان معاها. وبيقول له ان هو كذب عليه لانها طلعت عارفة بكل شغلهم. وبيقول له مارتن ان كذب عليه عشان يحمي حياة مراته. وبيقول له هنا دريو بعد ما اكتشفت خيانتها لو طلقتها الوضع هيبقى اسوأ وهتعيش تحت تهديداتها وممكن تفضح سره، ولو خلاها تعيش معاه هيبقى ما عندوش رجولة. فبيعرض عليه انه يحل المشكلة ويخلص عليها دلوقتي.
فيه، والقرار طبعا يرجع له وبيخليه يسيبها تعيش. ولما بترجع بيقول لها شكرا على اللي عملته معاه وبيسيبها وبيمشي. وبعد كده بيروح لمصرف سيتي ناشونال وبيقابل المسؤولين عنه وبيطلب المبلغ منهم لان عنده فرصة تجارية شرعية، بس بيكونوا مش مصدقينه. فبيسألهم عن فلوسه فبيقولوا له انهم مش هيقدروا يغطوا المبلغ ده في خلال 24 ساعة. بس مارتن بيهددهم وبيقول لهم ان هو هيخرج للناس ويقول لهم البنك مش قادر يرجع له الفلوس بتاعته وهيعمل شكوى للحكومة الفدرالية وهيفضحهم، وكمان كده هيعمل لهم سمعة مش كويسة للبنك بتاعه. وبيقول ان هو ليه عندهم 7,945,400 دولار، وفعلا بياخد الفلوس بتاعته منهم وبيروح يدي الفلوس لديريو. وواحد بيقول له الفلوس ناقصة، بس مارتن بيقول له اللي ناقص من الفلوس 6,950 دولار بس، ودول مش مشكلة. لكن مارتن بيقول له ان هو معاه عربية صغيرة وهيبيعها ويسدد المبلغ، لكن ديريو بيقول له ان هو هيشتري منه العربية ويأجرها ليه ب1000 دولار شهريا، وبيقول له ياخد الفلوس معاه وينقلها لميزوري وهو عايز يعمل لها غسيل اموال. ومارتن بيكون مش مصدق وبيقول له لو عملت غسيل للفلوس هيخسر منها 15%. وديريو بيقول له الغرض مش من المكسب والخسارة، الغرض ان يتأكد انه بيقدر يعمل غسيل للاموال، ولو كذب عليها يقتله هو ومراته وولاده. وبنروح للحكومة الفدرالية وبيدوروا على بروس وبيعتقدوا ان هو هرب وشاكين ان ديريو ليه علاقة بيه وبيسألوا عن مارتن. وبيسافر مارتن وعيلته لأوزاركس، ولما بيوصلوا بيكونوا مأجرين غرفة في فندق وبينبه عليهم ان محدش يدخل الغرفة غيرهم، وبيروحوا يشتروا بيت وبيقول لها ان هي تشتري بيت بسعر رخيص لان مش معاهم غير 20,000 دولار، وكمان دلوقتي هي مش مراته، هما دلوقتي شركة في تربية اولادهم بس. وهو ارتاح جدا لما عشقها رماه ديريو من الشباك فبتضربه بالقلم وبالبوكس في وشه. وبعد كده بيأجر مارتن كوخ ب100 دولار، وتاني يوم الصبح بيروح لاصحاب الاعمال الصغيرة وبيعرض عليهم ان يقدر يدير مشاريعهم مقابل 2.5% من الارباح. وبنروح لشارلوت وبيتعرف عليها ولد اسمه وايت وباباه بيكون شغال محامي، وبيعرض عليها ان هي تيجي معاه عشان يمارسوا رياضة التزحلق. وويندي لقيت بيت بس بيكون ليهم شريك في البيت شخص اسمه سام وهو مريض بالقلب ومحتاج لقلب جديد، وهو بيشترط ان يبيع ليهم البيت ويقعد معاهم سنة و18 شهر لحد ما يموت. وبنروح لشارلوت وبتكون مع وايت وبيطلع انه سارق اللانش والشرطة جاية تمسكه، فبيرمي لهم شارلوت وبيهرب وبيتقبض عليها. وبتطلب الشرطة من مارتن وويندي 1750 دولار غرامة تمن المحرك، وبيقولوا له ان في بنت عاملة نظافة اخت وايت وشهرتهم هي السرقة. ولما بيروح مارتن بيلاقي حد دخل البيت بتاعهم وسرق فلوس من الشنط اللي معاه، وبيعرف ان اللي سرق الفلوس هو اخت وايت. وبعدها بيروح مارتن يشتري صناديق فيها سمك وادوات صيد عشان يقدر يأجر لانش، وبياخد اللانش وبيعدي الشط التاني وبيكون في كوخ قديم، وبيلاقي اخت وايت وباقي اصحابها بيقسموا الفلوس، وبيكون اللي سرقوه 3 مليون دولار. بس بيعرف انه يقنعهم ان الفلوس ملك لتاجر مخدرات كبير وهو شغال معاه، ولو خدوا الفلوس لازم يقتلوه، وده هيخلي العصابة تدور عليهم ويقتلوهم هم وعيلتهم. وفعلا بيقرروا انهم يرجعوا له الفلوس، وبياخد الفلوس يخبيها في ماسورة صرف. وبعدها بنروح لشيكاغو وبتكون الانتربول وصلت لجثة بروس واللي معاه، وبتكون الجثث اتحللت. وبيسأل الضابط المساعد بتاعه عن مارتن وليه اخد 8 مليون دولار وساب البلد، وبنعرف ان مارتن شغال في غسيل الاموال وكل شغلهم بياخدوا الاموال من الناس اللي كسبت فلوسها بطريقة غير شرعية وبيدخلوها في استثمارات ناس حتى لو خسر نسبة من قيمة الفلوس. وبعد كده الفلوس بتكون جاية بطريقة شرعية مدفوعة الضرايب. وقبل ما اولاده يصحوا بيصحي مراته وبيتكلم معاها ان هي ممكن تاخد تعويض شركة التأمين ويكون المبلغ ده مليون دولار وتاخد عيالهم وتعيش حياتها معاهم لانه خسر، وكمان مش هيقدر يعمل غسيل لل8 مليون دولار في المدينة دي، وان هو هيقرر ينتحر. وده لان ديريو لو عرف انه مات ورجع له فلوسه مش هيقرب من عيلته. وهو ماشي بالعربية بيتصل ببوب عشان يعرف لو مات هيدفع له كام تعويض من شركة التأمين، وبيعرفه ان هو لو مات وعرفت شركة التأمين ان مراته بتخونه او سحبة كل فلوسه وفلس هيكون دافع للانتحار بالنسبة له، وده هيخلي الشركة ما تدفعش فلوس التأمين لعيلته. وبنروح لويندي وبتتصل بالشركة تبلغ عن حادث انتحار جوزها، بس لسه هتبعت رسالة لديريو بيلحقها مارتن عشان ما تبعتش الرسالة. وبيقرر مارتن يدور على شخص يستثمر معاه فلوسه، وبيروح لواحدة ست بيطلب ان يدير لها، وبيكون عندها عبارة عن مطعم وجبات وادوات لصيد السمك وتأجير شاليهات اسمه بلوكات، بس المكان مديون للبنك وعليه قروض متأخرة قسطها، واسم ملكة المكان جريستن، بس بترفض عرضه لان هي مش عايزة تزود مديونياتها، وفي الاخر تضطر تبيع المكان كله عشان تسد فلوس وقسط القروض. بس هو بيقدر يقنعها انها توافق على الاستثمار معاه. وويندي بتاخد اولادها عشان تنقلهم البيت الجديد اللي هتسكن فيه مع الملك العجوز، ولما بتيجي عربية نقل الاساس بترمي لهم الاساس بتاعهم بره البيت. وبيكون مارتن معترض على طريقة معاملة الشركة اللي تعاقد معاها عشان توصل
بيفصل الاساس وهم بيدخلوا العفش جوه البيت الجديد. ابن مارتن بيتكلم مع ابوه وبيقول له ان هو عارف ان ابوه بيشتغل في غسيل الاموال، ومارتن بيفهمه ان هو بيساعد الناس عشان يقدروا يرجعوا فلوسهم للبنك. وبنشوف المحقق الفيدرالي اللي بيصور مارتن وولاده من بعيد، وبنروح لجريستون وبتكون بدأت في توضيب المطعم وبيسألها عن ارخص وقود في المكان، فبتقول له ان مفيش وقود رخيص في المدينة. هو بيقول لها ان دلوقتي بقى عندهم وقود في المكان بتاعهم رخيص، وبتكون خطته انه يرخص الوقود للزباين عشان يقدر يجذب اكبر عدد من الزباين للمكان، ويكون طبعا كده المكان مميز عن غيره، وان هيقدم لهم وجبة من المطعم لكل شخص يشتري وقود عشان يجرب جودة الاكل اللي بيقدمه مطعمهم. وفعلا بتبدأ الزباين تسأل عن الوجبة وبيزدحم المكان جدا. وبنروح لويندي وبيكون في 2 بيراقبوها، وبنرجع لمارتن وبتجيله روس اللي سرقت فلوسه بتطلب ان يشغلها عنده في المكان، لكن مارتن بيقول لها تروح تستثمر $20,000 اللي خدتهم منه، فبتقول له ان هي لسه موسم الصيف ما جاش، فبيعرض عليها انها تقدم على وظيفة زي اي بنت، فبتقول له ان هي ليها سجل اجرامي ومش هتقدر تقدم على وظيفة، وبتهدده ان هو لو ما شغلهاش عنده هتقول للمدينة كلها انه شغال في غسيل الاموال، وكمان هتقول عن ال8 مليون اللي معاه. فبياخدها معاه عند مكنة الصرف وبيخليها تودع فلوس وهو معاها، وبيقول لها ان الكاميرا صورتها ولو مرة اتقبض عليه هتيجي الحكومة تاخد التصوير ويعتبروها شريكة، وبيشغلها عنده تغسل اطباق في المطعم. وبنروح لشارلوت وبتلاقي وايت اللي بيضحك عليها وبتضربه بالبوكس في وشه، وبيكون ابوها واقف مستنيها وبيقول لها طالعة زي امك لكمتك قوية. وتاني يوم بتلاقي ويندي حيوان حد جابه عند البيت وميت، وبتكون شاكة ان في حد بيضايقها هي. ومارتن بيجي ليه المحقق الفيدرالي وبيطلب منه دقيقة من وقته وبيسأله عن شريكه بروس اللي اختفى، وحتى خطيبته هي كمان اختفت، وده طبعا من اسبوع. فبيسأله اخر مرة اتكلم معاه فيها امتى، ومارتن بيقول له كان يوم الثلاث، وبيقول له المحقق ان هو اتصل بيه الساعة 11:47 في الليلة دي واتكلم معاه، وبيسأله اتكلموا في ايه، وبيقول له ان هو ساب له رسالة وبعدها اتصل بيه عشان يفض الشراكة اللي بينهم، وده لانه شغال في عمل غير قانوني. وابن مارتن بيقول لاخته ان ابوه تاجر مخدرات، وبيوريها فيديو لزمايل ابوها وهم بيتقتلوا كلهم. وبيتكلم المحقق ان بروس كان بيشتغل معاهم مرشد، وبيحذرهم ان الناس اللي بيشتغل معاهم عصابة خطيرة جدا لدرجة انهم بيسلخوا جلد الضحية ويدوبوها في حمض، وده اللي عملوه مع بروس. وبيعرض عليهم انهم يتعاونوا معاهم ويسيبهم وبيمشي. وبعد كده بتقرر ويندي انها تشتغل مع سمسار المنازل وبتعمل مقابلات مع الزباين، وهي مروحة البيت بتلاقي بره البيت حيوان ميت، فبتاخد ويندي العربية والحيوان الميت وبتروح عند وايت الكوخ بتاعهم وبترميه عنده، وبتحذرهم اللي هيتعرض لبنتها او يجي عند البيت هتقتله. وبنروح لروس وبتكون مش عاجباها غباء اخواتها، وده لانهم بيضيعوا الفلوس اللي سرقوها على الكحول، وبتتكلم معاهم انها اشتغلت مع مارتن عشان تتعلم طريقة غسيل الاموال، وبعد ما هتتعلم منه الطريقة هتقتله وتسرق منه الفلوس اللي معاه كلها. وبنروح لمارتن عشان يخلي الفلوس اللي معاه قديمة وما يبانش انها مسحوبة من مصرف، فبيحط الفلوس في التراب وبيدهسها بالعربية، وهو عشان كده كان عايز شغل عشان يشغل فيه الفلوس بتاعته ويخلط الفلوس في السوق وبعدها يلمها تاني ويحطها في اي مصرف في البلد ما يكونش فيه مصلحة ضرايب بتراقب الفلوس اللي بتتحط في البنك، وده بيحتاج ان هو يعدي على 3 مليون مكنة صرف. وبتوصل الفلوس لديريو بعد ما عدت الفلوس على 3 مليون مكنة، وبكده بتكون الفلوس شرعية 100%. ويروح للمطعم وبيتصل ديريو بمارتن وبيسأله عن فلوسه، لكن مارتن بيقول له ان كل حاجة كويسة، وديريو بيقول له ان هو ما شافش منه اي فلوس لحد دلوقتي، وبيديله مهلة يدبر له $3 مليون قبل عيد ميلاده والا هيقتل له عيلته كلها. وبيقرر مارتن يخلي روس تسرق خزنة بوبي، وبوبي ده صاحب البار. وبنروح للمحقق وبيكون فاتح ملف روس واخواتها الاجرامي. بعد كده بنشوف روس عند بوبي وبتطلب منه انه يشغلها في البار، وطبعا ده عشان تسرق الخزنة بتاعته. وبعدها بيجي مارتن بيقابل روس وبيلاقيها بلغت عن صاحب البار، وده لان هو بيشغل في البار بنات قاصرات. وبعدها بتتصل بمارتن وبتقول له ان هي مش عارفة تفتح الخزنة، وبيقول لها ان هو جاي يتصرف، وبيربط الخزنة في العربية وبيمشي. ولما بيفتحها بيلاقي فيها اوراق ملكية لبوبي. وتاني يوم الصبح بيروح القسم وبيعرض على بوبي ان هو يشتري البار بتاعه مقابل ان يدفع له الكفالة بتاعته عشان يقدر يخرج من القسم. وبيوافق بوبي على طلبه لانه بيكون مضطر يعمل كده. ولما بيروح مارتن بيته بيلاقي ويندي بتلعب مع ابنهم وبتفتح الموبايل بتاعها وبتلاقي رقم
جاري متصل بيها وده من فترة قصيرة، وطبعا ده الشخص اللي كانت بتخونه معاه وقتله دريو. وبعدها بنعرف ان اللي بيكلمها مش جاري، اللي بيكلمها ابنه وعايز يعرف سبب قتل ابوه. وبنروح لبوبي وبيكون عند راجل عجوز وبيطلب منه يعرف كل حاجة عن مارتن، بس بتيجي مرات العجوز وبتخلص عليه بحقنة فيها سم وبيموت بوبي. وبنشوف شخص بيفتكر لما كان في حرامي بيسرق ماركت وبعدها قتله برصاصة، وبيطلع ابن الست العجوزة اللي قتلت بوبي. وبعد كده بعتوا الجثة عند مارتن في الشاطئ بتاعهم اللي عند البيت، وبيبلغوا الشرطة وبياخدوا الجثة، وبيقول لهم الضابط ان المكان مليان برجالة خطيرة جدا والافضل لانه يبيع البيت ويمشي من المكان. وبعدها بيقابلوا الراجل العجوز اللي قتل بوبي صاحب البار، وبيسألوا ان هو الملك الجديد للبار، فبيقول له ان هو كان شريك بوبي في البار اللي اشتراه منه، لكن مارتن بيقول له ان صاحب الشغل نفسه مش هيسمح بده ان هو يشاركه في شغله. وبتتعرف شارلوت على واحد اسمه زاك، وبنروح لمارتن وبيكون في البار وبيسأل روس هي ليه الناس بتبصله، فبتقول له الناس بتفتكر ان هو اللي قتل بوبي دين، فبيخلي روس تتولى ادارة البار هي. وبيروح مارتن المطعم وبيسأل شركته عن سنيبل العجوز وده اللي قتل بوبي، فبتقول له ان عيلته من زمان ليهم طقوس غريبة ولقيوا جثث منهم كتيرة مرمية في الغابة والبحيرة. وبنروح لسيمبل العجوز وبتسأله مراته عن مارتن، لأن مارتن بيخاف من اللي بيتعمل معاهم من ساعة ما شاف جثة بوبي مقتولة، فبتقول لابنها ايش هو عارف ايه اللي هيعمله مع مارتن عشانهم. ويندي وهي مروحة البيت بتلاقي جوش ابن جاري اللي كانت بتخون مارتن معاه موجود عندهم في البيت مع مارتن. بيقول لها مارتن ان هو عايز يسألها ابوه انتحر ازاي، وبيسيبهم وبيمشي. وبيقول لها جوش ان هي كانت دايما على تواصل مع ابوه على الفيسبوك، وهي بتسأله هو عايز يسأل عن ايه. بيقول لها ليه قفلت الخط في وشه لما اتصل بيها من تليفون ابوه، لكن هي بتقول له انها اتفاجئت. جوش بيقول لها ان هو بيشك في انتحار ابوه وان ابوه اتقتل ما انتحرش، لكن المحقق معتقد ان ابوه انتحر بس هو اللي شاكك في انتحاره. ويندي بتقول له ان هي قالت له ان علاقتهم انتهت وهي هتسيب شيكاغو عشان تدي جوزها فرصة تانية تعيش معاه. ومارتن ويندي تاني يوم بيروحوا القسم، والضابط بيقول لهم ان هو ايد جريمة القتل ضد مجهول، وده لان الضابط مش فاضي يدور على مين اللي قتل بوبي. وبعدها بتتكلم ويندي مع مارتن وبتقول له ممكن يعمل غسيل الاموال في العقارات والبنى، لكن بيقول لها ده هتبقى تكلفة كبيرة جدا، لكن بيقرر انه يوافق على رأي ويندي لان العقارات ما فيهاش ضرايب ولا مراقبة. وبيروح مع ويندي عند السمسار اللي شغالة معاه وبيعرض عليه الشغل معاه، وبيكون الاستثمار هو بناء كنيسة. وابن مارتن بيروح يخبي بندقية في الغابة وبيدفنها في تراب. وبيروح مارتن ياخد ايراد البار، وبيكون الايراد $80,000، وبيخلي روس تتولى دايما ادارة البار وده بيخليها سعيدة، وبيعرض عليها راتب $1,000 اسبوعيا. بعد كده بيكون جوش ابن الست العجوزة اللي قتلت بوبي عند مارتن في البيت، وابنه بيشوفه بس بيروح يجيب البندقية وبيرجع ومش بيلاقيه. وتاني يوم بنلاقي جوش بيوزع الكتاب المقدس على الناس في البحيرة، وده لانهم بيصلوا وما بيكونش في كنيسة يصلوا فيها غير المكان ده، لكن السمسار بيقول لهم ان هو هيبني كنيسة والناس هتصلي في اي وقت، واللي هيبنيها هو مارتن ومراته. وبيشوفهم جوش، وتاني يوم وهو ماشي بالعجلة بيخطف جوش مارتن، ومراته بتلاقي بعدها عجلة مارتن والشنطة بتاعته وموبايله، وبتعرف ان هو اتخطف. ولما بيوصل مارتن عند سنيبل بيقول له ان هو بيزرع الخشخاش، فبيضرب مارتن وبيقول له سنيبل ان هو خطر، وكمان وقف له كل شغله لما خد البار منهم، وهو دمر توزيعهم للمخدرات، وده كمان لانه هيبني كنيسة على الارض، فبيطلب منه يوقف بنى الكنيسة. لكن مارتن بيقول لهم ان اللي شغال معاه هيغضب عليه، وبيقول له سنيبل لو ما سمعش الكلام اللي بيقولوا عليه هيقتل عيلته ويعرض على اللي شغال معاه صفقة ويقتلك انت. فبيوافق مارتن انه ما يبنيش الكنيسة. وبتقرر ويندي ومارتن انهم يهربوا من المدينة، وهو هيحافظ على فلوس دريو وهي هتدبر المبلغ الشرعي اللي هيعيشوا بيه. وروز بتروح تكهرب المية والرصيف بتاع بيت مارتن عشان عايزة تقتله، بس فجأة بتلاقي الرصيف مش متكهرب وما حصلوش حاجة، ومش عارفة مين اللي عمل كده، وده لانها عايزة تاخد منه البار. وبيطلع اخواتها هم اللي عملوا كده. ولما بيروح المطعم بيلاقي كريستو شريكة مارتن الدفاتر والحسابات السرية بتاعته، وبتعرف انه كان بيعمل غسيل اموال، وبتطرده من المكان وبعدها بيمشي. وهو مروح بيلاقي الكنيسة اتحط الصليب عليها، وده دليل على انه بيكمل البنى للكنيسة. وكده العجوز سنيبل ممكن يقتل حد من عيلته. وتاني يوم سنيبل ومراته بياخدوا مارتن عشان يروحوا يقتلوا القسيس ومراته الحامل، بس مارتن بيقول ان تكلفة المشروع $1,000 وهو هيتحمل المبلغ ومش هيكمل بنى الكنيسة. وسنيبل بيقرر ياخد الفلوس اللي مخبيها مارتن، فبيقول له ان معاه $730,000، وبيقول له يروحوا المكان اللي مخبي الفلوس فيه عشان هو عايزهم والا هيقتل عيلته. وطبعا ده لانه خالف وعده معاه واتحط صليب على الكنيسة وبدأ شغل فيها. وفعلا بيوديهم مكان الفلوس وبيحطها لهم في شنطة وبياخدوها وبيمشوا. ومارتن بيفكر ان ياخد 800,000 من الاعتماد الجديد ويديهم لدريو لحد ما يديله دفعة جديدة اللي غسلها
وبعدها هيعوض الفلوس اللي اخدها منه سنيبل، وده لو ما تمش يقتل واحد من المستثمرين في الشهر الجاي. وبتروح ويندي عند السمسار وبيجي زبون عايز يشتري بيت وبتاخده ويندي عشان توريله البيت، بس بيطلع شخص تابع لدريو وبيتكلم معاها عن مارتن ليه مش بيروح المطعم، وبيقول لها انهم بيراقبوهم وعارفين كل اللي بيعمله مارتن وعيلته. وبتروح بسرعه لمارتن وبتقول له على الشخص ده وان هو عارف اسمها وده هيعيق الفلوس اللي جايه من دريو، فبيقول لها عندك طريقه تانية توفري فلوس. وبتروح ويندي تتكلم مع السمسار لو بيفكر يعمل مشروع جديد، وبتعرف منه ان هو معاه 906,000 وده طبعا المبلغ اللي عايزينه هي ومارتن. وبتقول له لو استثمر ال 906,000 هيكونوا خلال 2.5 مليون، وفعلا بيقتنع بكلامها وبيوافق انه يعمل استثمار مع مارتن. وبنروح لمارتن وبيقتنع القس ومراته انهم يشيلوا فكره بنى الكنيسه وده عشان يحافظ على حياتهم. وبعدها بنشوف مارتن ودريو مستثمر جديد معاهم عشان يأسس شركه كبيره معاه، وويندي بتقدم في وظيفه اعلام في الحملات الانتخابيه. وبيتقرب مارتن من دريو اكتر ومن عيله دريو، وفعلا مارتن بيكشف لدريو انه بيتسرق في الحسابات من شخص محترف، ودريو بيدخله في مشاريعه الكبيره وبيقتل الشخص اللي بيسرقه وبيقلع عينه. وبيشتري مارتن بيت جديد وبيكون رجع شيكاغو، وبعدها بيرجع مارتن اوزاركس وبتكون الشرطه عند مكان حريق الكنيسه، وبتسال مارتن اذا كان يعرف حد عايز يحرق الكنيسه، لكن مارتن بيقول له ان هو كان مش موجود في المدينه. وبيروح مارتن عند سنيبل وبيقول له ان هو كان ممكن لو استخدم جرافه في هدم الكنيسه كان ممكن يقبض فلوس التامين بدل ما خسر فلوسه اللي صرفها على المكان، وكمان بسبب كده مش هيقدر يغسل الاموال ورئيسه هيغضب منه. فبيقول له سنيبل انهم مش هم اللي حرقوا الكنيسه، اللي حرقها هو القس لانه عرف طبيعه شغله ومش عايز فلوس حرام في مكان مقدس. وبنروح لاخو روس وبيطلع صاحبه ضابط في الحكومه الفيدراليه وبيهددوه لو ما تعاونش معاهم هيقبضوا عليه بتهمه انه شريك في اللي بتعمله اخته روس. وفعلا بيقرر اخو روس انه يتعاون معاهم، وبيروح مارتن لشريكه جريستون في المطعم وبيقول لها ان هي تسيبه يشتغل لان اللي شغال معاهم لو عرفوا اللي حصل هيقتلوكي. وبيروح اخو روس لروس وبيحاول ياخد منها معلومات هي امتى هتقتل مارتن، وهي بتقول له انها قررت انها مش هتقتله وده لانه رجل اعمال ناجح. وهنا بيخلي اخوها يتعصب منها وبيروح يكلم اخوه، ولما بيتكلموا بيقول له ان هو اتورط مع الحكومه الفيدراليه وعرفوا كل حاجه، ولو ما عملش اللي بيقولوا له عليه هيتحبس 15 سنه، وعشان كده لازم يقتل مارتن ويسرق الفلوس بتاعته وبعدها يهربوا المكان بعيد عن الحكومه واللي مشغلين مارتن. وبالليل بتسال ويندي مارتن هو الشخص اللي بيراقبهم مشي من قدام البيت. مارتن بيقول لها القاتل المأجور مشي عشان رجع ال 8 مليون دولار لدريو، وبتفرح ويندي ان مطاردة دريو ليهم انتهت ويقدروا يعيشوا في امان. وتاني يوم الصبح بيجي القاتل المأجور لمارتن وبيكون جايب له 50 مليون دولار عشان يعمل لها غسيل، وبيتصدم مارتن من اللي جايبه وبيقول له ان هو ما صدق رجع ال 8 مليون لدريو، بعت له 50 مليون ليه؟ والقاتل المأجور بيقول له انه ما يقدرش يوقف شغل غير لما دريو يأمر انه يوقف شغل. وبنروح لاخوات روس وبيتكلم مع وايت واخوه الصغير انهم يجهزوا نفسهم عشان هيسيبوا المدينه، وبيسالوا عن روس وبيقول لهم ان هي مش هتيجي معاهم. وبتيجي روس وبتسال وايت ليه هيمشوا، فبيقول لها انه ما يعرفش السبب، لكن روس بتكون حاسه على اللي ناويين يعملوه. وبنروح لبيت مارتن وبيكون هو ومراته وولاده بيرتبوا الفلوس وبيحطوها ورا خشب حيطان البيت، ومارتن بيشوفها معديه من قدامه ومش بتتكلم معاه وبتمشي على طول. ولما بيوصلوا بالمركب اخوات روس عند شاطئ بيت مارتن عشان يقتلوه بيتكهربوا الاتنين، ومارتن بيلاقي الكهرباء قطعت. ولما بيطلع هو ومراته والقاتل المأجور بيلاقوا اخوات روس ميتين بسبب الكهرباء، وبتيجي ويندي وبتتصل بالشرطه لكن القاتل المأجور بيوقفها وبيقول لها انه هيتخلص من الجثث. وبعد كده بيروح مارتن لروس وبيسألها هي اللي قتلت اخواتها عشانه، فبتقول له ان هي اللي قتلتهم وده لانهم كانوا عايزين يقتلوه. وبنروح للقس وبيكون بيصلي بالناس في البحيره بس بينفعل وبيتعصب على ابن سنيبل، وده بيخلي سنيبل يقول لمراته تقتل مرات القس. ولما بيروح القس بيلاقي حد ولد مراته وساب له الطفل، لكن مراته اختفت وبيعرف ان هي اتقتلت. وبعدها بيتصل سنيبل وبيقول له انهم قتلوا مرات القس ولازم يقابلهم والا عيلته كده هتحصلهم. وبيروح مارتن عند سنيبل وبيتكلم معاه انه بدل ما يدفع غرامه خسارتهم مستعد ان هو يكون زبونه الوحيد ويشتري منه كل المخدرات اللي بيزرعها. وبنروح لمارتن والقاتل المأجور بيشوف ابن مارتن معاه سلاح، ولما بيدخله البيت بياخد منه السلاح وبيضربه، وبيجي العجوز سام بسلاحه وبيمشي ويندي وولادها وبيقتل القاتل المأجور اللي مكلفه دريو يراقب شغل مارتن. وبيوصل مارتن وبيلاقي راجل دريو مقتول، فبيقول لسام انه هيعمل ايه، وبياخده سام وبيخليه يدخل الجثه جوه الفرن ويحرقها بالنار عشان يخفي اثر الجثه. وبعدها مارتن بيروح يجيب خريطه بالمدينه كلها، وجريستون بتلاقي الفلوس اللي مخبيها مارتن فبتقرر ان هي تاخد اللي تقدر تشيله من
من الفلوس وتهرب من المدينة. لكن وهي ماشية بتلاقي دريو قدامها وبيسألها عن مكان مارتن، وبيقول لها عشان يسيبها تمشي بالفلوس اللي معاه، وفعلا بتقول له على مكانه. وهو خارج بيشوف الضابط الفيدرالي دريو ماشي من عند جريستن، وبياخد رقم العربية اللي راكبها وبيروح يبلغ زميله، وبيبعت للحكومة الفيدرالية باللي شافه، وان دريو جاي المدينة وجاي لمارتن وان قرر يقبض عليهم. اما جريستون بتاخد الشنط اللي فيها الفلوس وبتمشي من المدينة، ويندي وريتشل واخوها بيكونوا بعيد عن البيت وبيكونوا مختفيين لحد ما مارتن يحل قتل مشكلة القاتل المأجور بتاع دريو. وبيوصل دريو لمارتن، ومارتن بيكون معاه خريطة لمشروع جديد، بس دريو بيسأله عن الراجل بتاعه اختفى فين، وبسبب ان اختفى الراجل بتاعه بيعتقد ان مارتن سرق الفلوس اللي بعتها له. وبيتصل اخ من اخوات روس من السجن بيسألها عن اللي قتلهم، وبيقول لها عرف ان اللي عمل كده هو مارتن، لكن ما يعرفش اللي عمل كده هي روس. وبنروح لمارتن وبيعذبه دريو وبيخلع له ضافر رجله، وطبعا كل ده عشان يقول فين الراجل بتاعه وعمل فيه ايه. لكن مارتن مش بيعترف بعد التعذيب اللي حصل ليه، فبيصدقوا دريو. وبياخد مارتن دريو وبيعرفه على سنيبل، وبيقترح عليهم ان دريو يشتري كل المخدرات، وممكن يوصف ليه ازاي ينقلوا المخدرات من ورا السد بكل سهولة. لكن سنيبل بيقتل دريو والراجل اللي معاه، وبيخلي مارتن يشتغل لحسابه، بس مارتن قال له ان شركاته هيعرفوا بقتله. فبيقول له سنيبل انهم مش هيشكوا فيهم لانه جاي عشان يعمل صفقة معاهم، ومستحيل يشكوا انهم هم اللي قتلوه. وبيقول لمارتن انه يروح بيته ويطمن وانهم هيحموه. وهو مروح بيتصل بويندي وبيقول لها ان قرر يعيش لوحده، وده عشان يكونوا هم في امان، فبيقرر انه يبعد عنهم. ولما بيروح البيت بيلاقي ويندي وولاده قرروا يرجعوا يعيشوا معاه، وانهم مش هيسيبوه لوحده ابدا. وبكده بيكون خلص ملخص الموسم الاول من مسلسل اوزارك. ما تنسوش تعملوا لايك على الفيديو وتشتركوا في القناة لو انتوا جداد معانا.